تبدأ قصة الموسم الأول من مسلسل شادو هانترز بتعريفنا على كلاري فري، فتاة تبلغ من العمر 18 عاماً تعيش حياة عادية في نيويورك مع والدتها جوسلين فري وصديقها المفضل سيمون لويس. كلاري تحب الرسم وتخطط للالتحاق بكلية الفنون. في ليلة عيد ميلادها تكتشف كلاري أنها تحمل قوى خاصة بعدما تشهد حادثة غريبة في ملهى ليلي. تلتقي هناك بمجموعة من الشادو هنترز، وهم جيس وآيلاند وأليك وإيزابيل لايتود. الشادو هنترز هم محاربون، نصفهم بشري والنصف الآخر ملاك، مهمتهم حماية البشر من المخلوقات الخارقة للطبيعة. تعود كلاري إلى المنزل لتجد أن والدتها جوسلين قد اختطفت من قبل مجموعة غامضة تعرف باسم الدائرة بقيادة فيلينتين مورجنستيران، الذي اتضح أنه والد كاليري. جوسلين قبل اختطافها تخفي كأس الموت، وهو قطعة أثرية قوية تمكن من صنع شادو هنترز جدد أو السيطرة على الشياطين. تضطر كلاري للتعاون مع الشادو هنترز للبحث عن والدتها وإنقاذها، وفي نفس الوقت تحاول فهم العالم الجديد الذي أصبحت جزءاً منه. تنتقل كلاري للعيش مع الشادو هنترز في المعهد، وهو مقرهم في نيويورك، حيث تبدأ تدريباتها وتكتشف المزيد عن نفسها عن قدراتها الخارقة. جيس وآيلاند الذي يتمتع بشخصية معقدة ومظلمة يبدأ في التقرب من كلاري ويظهر اهتماماً بها، لكن ما بينهما ليس مجرد جذب فوري، بل يتطور عبر حلقات الموسم ليصبح علاقة رومانسية عميقة تتخللها الصعوبات والمشاكل بسبب التوترات المستمرة مع الأعداء والتهديدات التي يواجهونها. في الوقت نفسه يكافح سيمون الذي يعشق كلاري في صمة مع حقيقة أن عالمه قد تغير بشكل جذري وأنه قد فقده إلى حد ما. في أثناء محاولته مساعدتها في مواجهة المخاطر الجديدة، يتعرض سيمون للهجوم من قبل مصاص الدماء ويصبح واحدا منهم، وهو ما يغير حياته بشكل كبير ويضيف طبقة جديدة من الصراع الداخلي له. يستمر الموسم الأول في استكشاف أصول كاليري وتاريخ عائلتها الغامض. نكتشف أن والدتها كانت جزءا من الدائرة، وهي مجموعة من الشادو هنترز الذين انقلبوا ضد كلافي مجلس الشادو هنترز الحاكم بقيادة فالنتين الذي كان يسعى للسيطرة على العالم باستخدام كأس الموت. جوسلين هربت من فالنتين وأخفت الكأس، وحاولت أن تبقي كلاري بعيدة عن هذا العالم لحمايتها. أثناء البحث عن والدتها والكأس تكتشف كلاري أن لديها أخا يدعى جوناثان الذي تظن في البداية أنه جيس. هذا يكشف عن توتر كبير بين كلاري وجيس، حيث يشعر الاثنان بالارتباك والحيرة حول مشاعرهما. لكن مع تقدم القصة يتضح أن جوناثان الحقيقي هو كائن شرير تم تشكيله بواسطة فنتين باستخدام تجارب دماء شيطانية، وأن جيس ليس أخاها الحقيقي. في نفس الوقت نرى أن أليك لايتود صديق جيس المقرب يكافح مع مشاعرها تجاه الساحر ماغنوس بين، حيث أن أليك ينتمي إلى عائلة الشادو هنترز محافظة والشعر بالخوف من الكشف عن ميوله الجنسية. ومع تطور الأحداث يتغلب أليك على مخاوفه ويتقرب من ماغنوس، ويبدأ الاثنان في علاقة رومانسية معقدة بسبب الفوارق بين عالم الشادو هنترز والسحرة. مع تقدم الموسم نرى أن فالنتين ينجح في الحصول على كأس الموت، ويبدأ في تنفيذ خططه لجمع جيش من الشادو هنترز الذين يخضعون لسيطرته. ولكن قبل أن يتمكن من تحقيق هدفه الكامل، يتمكن جيس وكلاري وأصدقاؤهم من استعادة الكأس. ومع ذلك فالنتين يهرب ويظل تهديده قائما. في نهاية الموسم كلاري تتمكن أخيرا من لم شملها مع والدتها جوسلين التي تم إنقاذها من قبضة فالنتين. ومع ذلك فالنتين لا يزال طليقا ويستعد للمرحلة التالية من خطته، مما يترك كلاري وأصدقاؤها في مواجهة مستقبل غير مؤكد ومليء بالتحديات. ختام الموسم الأول يترك الشخصيات الرئيسية في موقف حرج، حيث يدركون أن ما خاضوه حتى الآن كان مجرد البداية، وأنهم سيحتاجون إلى التحالف معا لمواجهة ما هو قادم. العلاقة بين كلاري وجيس تتعزز على الرغم من كل ما مروا به، وأليك يبدأ في تقبل هويته ومشاعره تجاه ماغنوس
بينما سيمون يبدأ في التكيف مع حياته الجديدة كمصاص دماء. العالم الذي يعيشون فيه يصبح أكثر تعقيداً وخطورة، مما يشير إلى أن التحديات القادمة ستكون أصعب بكثير.